منذ أقدم العصور ذاعت شهرته وراح ينتشر في أرجاء دول الخليج ودول العالم، مبتهيا برائحة زكية التي تسرق الحواس وتدخل الطمأنينة إلى النفوس وتنقل المرء إلى عالم آخر لما فيها من الأصالة والعراقة. إنه البخور العماني الذي أصبح إرثا يتداوله الناس من الجد إلى الأب فالابن، وبات مهنة يقتات منها البعض وحرفة يتفنن بها أصحاب الذوق الرفيع، فيقومون بالاختبارات والتجارب للتوصل إلى روائح وأنواع جديدة من البخور. فمن رمزيته الدينية ووجوب أن يحتفظ به في كل بيت، تتم صناعة البخور بشكل عام في المنازل، وذلك على أيدي نساء ماهرات حافظوا على الإرث في صناعته. ويدخل في صناعة البخور العماني العود وصندل مطحون، سكر، وأجود أنواع العطور والظفران، حيث لها ميزتها في إعطاء البخور رائحته الزكية. ومن أنواع البخور المعروفة الصمغ الذي يتكون من السكر والظفران وبعض العطور والصندل. ودقة البلوش وهي تتكون من العود وأجود أنواع العطور والظفران. وهي كثيرا ما تستخدم في المناسبات كالأعراس والأعياد. عندي أنواع البخور. عندي هذا العود أسوي له ظفران وأصلحه بالسكر، اسمه مشحم. أيوة مسحم، اللي هو هذا النوعية. أسوي له بعطر الحرمين، مسك الحرمين والسكاف نوعي بس أسوي له. وهذا أخرسه أول تقريب 20 يوم أو شهر، أخليه في العطور بعدين عاد أصلحه. وهذه النوعية كان إلا حتى في يوم وحدة. أسوي له الصمغ المر هذا، وأسوي له هذا الصندل، وأسوي له الظفران نوع هذاك الظفور، نوع هذاك الظفران مثلا بالكيلو نسوي له. الكمية نسوي كيلوين أو كيلو، كان سوي واجد يكون نسوي يمكن كيلوين، كما كيلو صندل أو كيلو ونص صندل، كيلو ونص. هذا شيء من عمان أشتريه، شيء من دبي ما موجودة في عمان أشتريها من دبي. هنا ما موجود، عطارين ما عندهم واجد هذا يلبونه. كمية صغيرة خفيفة، يعني 3 و4 كيلو 5 كيلو ما تحصلي، يمكن تحصلي كيلو واحد هنا، مطرح بعد تحصلي، لكن بركة ما تحصلي. أكثر الحاجة الزينة يعني أكثر عن كيلو كيلوين و3 كيلو ما تحصل. هناك يوم بناخذ من كل نوعية. هذا صناعة العود. هذا العود بهذا العطر أخليه عاد متخرس فيه، يعني أسوي له كمية كبيرة. تو أنا عاد ما إيش هذا العطر اسمه؟ هذا مسك الحرمين. مسك الحرمين. أيوة. وبعدين إيش يسمى العطور البخور اللي يطلع الحين؟ هذا اسمه مشحم يسميه. أيوة بالعود والظفران. أسوي عود وظفران وخلطه مع بعض، بعدين أخذ أطبخ السكر وأعقه فيه، لكن قبل أخمره. هذا يخمر كذا تسوي كبية العطر، لكن العطر يعني واجد يعني احتفظ عليه في مكان. بإيش؟ مثلا فهذا ستيل أو معدن. أيوة أو زجاج. مثلا استخدم النايلون. نايلون ما يضيع. أيوة يعني العطر هذا بيكون بياخذ ريحة من النايلونة بتسوي ريحة في هذا، بتلقى ريحتها ما حلوة. أو يذوب يمكن يذوب، يمكن النايلونات الكبار ما يذوبن، لكنه بياخذ الريحة النايلون من العطور. أيوة بيذوب بيخرب الريحة. إن شيء عندنا تو ما موجود، لا والله شيء مسمهين مثل هذا زقاقيات كبار أوقات، لكن ما يصد في كمية كذا مثل كيلو كيلوين، غير نسوي في مكان أو صفرية كبيرة
مثلا صفاري معدن ما يضر، نسويه ونغطي عليه بصفرية وغطاها ونلحف عليه بحاجة ونخليه موجود. لين وقت عاد سوينا كذا تسوي هو هذا. كم المدة اللي تخمريها؟ ال40 مش شهر أو 40 أو 20 أو 20 يوم كذا. بعد ما تتخمر ايش تسوي؟ عاد أصلحه، أسوي له أفوح سكر، أفوح السكر فوق النار، الشيرة بعدين يعقد الشيرة مثل العسل النحل يكون، وعاد نكبه هذا فيه، نقلبه ونزيده بعد عطر فوق النار. أما طبخنا فوق الطباخة زدت العطر عليه، ومن استوى يبس اسمه السكر والعطور كله استوى مع بعض كما تشوفي هذا، فيقته في ماء صينية كبيرة. ايوه. مثلا صينية كبيرة وجبناه خلينا على مروحة ولا مكان بارد، ولين برد، من برد عاد وزعناه، دخل مكاب، دخل وعيان حاجة غراش على حسب. ايش الفرق بين البخور العادي اللي هو بخور البيت وبخور الاعراس؟ ايش الفرق غير بينهم؟ فرق بينه ان ذاك يكون اغلى، عطوره يكون اغلى، يكون سامانه اكثر، يسوي مثلا ظفرانه يزيد، صندل غالي ياخذ له، وهذا الصندل غالي لكن بعد اغلى عنه شيء، قيمته 30 ريال كيلو شيء، نوع واحد حق العروسه. ايوه. لكن هذا انا اسويه عادي مع العروسه وغير العروسه، ياخذه هو هذا من عندي. اللي هو ايش؟ لا هذا بخور المصلوح. المصلوح. ايوه هذا بخور المصلوح. الحين يتكون من ايش هذا؟ هذا يتكون من ظفران، يتكون من